وتتطور العلوم وتظهر علوم جديدة تسمح لهم بسبر أغوار القرآن بطريقة مختلفة، ويكون معاشهم قد تطور ومداركهم تطورت. نقول تطور بمعنى ارتفع الطور. نحن نفهم القرآن اليوم بطريقة مختلفة عن سلفنا، لأن توفرت لدينا التكنولوجيا الحديثة وتطورت العلوم، مما جعل أوعيتنا تصبح أوسع. والله قال في كتابه بأنه خلق الكون وإنه له موسع، فبالتالي حتى في ذواتنا وتحسب نفسك جرم صغير وفي كانطوى العالم كله أو العالم الأكبر. إذن ما ينطبق على الكون الخارجي الظاهري هو ينطبق أيضا عليك كمخلوق خلق